الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. القمر على قرعته، شوف الكلام. منذ ساعات اعلنت مصادر تركيه عن قرب زياره للرئيس اردوغان للقاهره. ينفع الكلام ده يا هاني؟ طب انا هاخد رايك. في ال11 سنه دول كانت العلاقات من أسوأ ما يمكن. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة. وكان الموقف التركي من مصر موقف عدائي. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. المفعول. يا سلام، اقرع ونوزهي. اتفضل يا اخويا. وكان الموقف المصري من تركيا موقف غير مرحب وغير مساند، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر. نقول الحمد لله ان احنا تعادلنا مع هذه الزيارة هي زيارة هامة جدا. خلصت اللي عندك، اثبتك بقى ان انا اترافع عنك. عاجبك مش عاجبك هترافع عنك. بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي مش بلعها، يعني أنا شخصيا مش سعيد قوي يعني بهذه الزيارة. سناني مالها بتنقع عليك. ولكن الشعوب ليها مشاعر والدول ليها مصالح، وأنا شفت إن الرئيس كان واضح ومباشر ويتكلم بشفافية شديدة. الحمد لله قدر ولطف أحسن من الخسارة. علاقات تجارية، كلام عن حتى تزويد مصر بمعدات عسكرية تركية. طبعا محدش يكره. ده اللي نفسي اعرف انت لون فصك ايه؟ فص ابيض وسيد الجدعان. وفي واقع الامر ان تركيا قدمت الكثير من الخطوات لتثبت انها لم تعد عدوة لمصر. ان شاء الله تكون ما بريتش. لم تعد تضمر لمصر او لرئيسها الكثير من العداء زي ما كان موجود. لان ميدو ده مش ابني ولا اعرفه ولا عايز اعرفه. انا بصراحه متبري منه خلاص. يتعمل له محضر عشان خاطر ده ابنك. ابني ابني اتفضل. ايه ده؟ طلب تنازل عن ميدو، مش عاوزه. حضراتكم فاكرين انه انقرة واسطنبول كانوا منصات صواريخ اعلاميه. الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وكانت بتوجه ضد مصر، وطبعا استضافة رموز. عازمون على أن نستمر في التنسيق والتعاون مع مصر. تستطيع أن تنظر إلى هذه الزيارة بالكثير من التدبر. يا ماما حواء يا بابا ادم عملتوا ليه فينا كده؟ والكثير من الدهشة انه سبحان مغير الاحوال. يعني لو الواحد قدامه طبق فول وطبق سلطه ياكل طبق واحد بس. انت بالذات تاكل كل اللي ينكر ان تركيا هي قوة اقليمية، يعني يجب ان احنا نبقى فاهمين ده قوة اقتصادية، عضو في الناتو، قوة عسكرية. لا الله يخيبك يا ابو الشيخ يوسف ويلعنك في كل كتاب يا شيخ. خليتنا نشرب شواش الذره بدل الدخان المكني. هي مسألة أهم، وهي من أهم شركائك التجاريين. تبادل، استيراد، تصدير، بيزنس موجود في. طب دي أكرم اللي معاك. طب امسك بس. يا باشا ده لحم خلفان مطبوح في المذبح. انت مصر، سياحة مصرية لتركيا، كل هذه الأشياء. فطبعا هذه العلاقة هنشوفها وهي بتتطور. وجرايل الدنيا الناس كلها بقت في تهاد. امال مين اللي هينضرب؟